في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يحضرها المطهرا إياه بنسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدا لا دنس فيها ولا أو أي شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة والعين. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبقى أحد جسد قط بل يقود وربيه كما قائد الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم